السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أول بس بعد السوبر الأفريقي اللي جمهور الزمالك كله فرحان بالبطولة ديت، وما زالت الاحتفالات مستمرة وما زالت الكليبات مستمرة، وفي كل أنحاء مصر وفي كل ربوع مصر وفي كل قرى مصر وفي كل مدن مصر الزملكاوية بيقدموا ملحمة في الاحتفال بالسوبر الافريقي اللي الصراحه كان اعجاز في ظل الظروف اللي حاصله وفي ظل كل الظروف اللي كانت ضدنا. قدرنا ان احنا نكسب السوبر الافريقي بفضل جمهور الزمالك، وبفضل تشجيع جمهور الزمالك، وبفضل الزمالك وتاريخ الزمالك، وبفضل كل واحد زملكاوي آمن بفريقه وآمن ان هو قادر ان هو يكسب السوبر الافريقي. اللعيبه كانوا رجاله، اللعيبه ادوا ما عليهم، وعشان كده كسبنا السوبر الافريقي. وكانت الاحتفاليات وكانت الفرحه عارمه، لان هي بصراحه جت من رحم المعاناه. احنا فرقه ما معناش اي حاجه، ما معناش فلوس، القيد، الديون، المشاكل الفنيه، عدم التدعيمات بالشكل الكافي، ده كله كان ضغوط بتحصل على جماهير الزمالك. ورغم ذلك كان الغالبيه العظمى من جمهور الزمالك مؤمن بفريقه، والناس كلها كانت بتقول لك احنا مؤمنين، ولو لعيبتنا رجاله ولعبوا الماتش ده برجوله هنكسب المباراه دي. الحمد لله قدرنا ان احنا نكسب البطوله، والحمد لله فرحنا. والفرحه بتاعت جمهور الزمالك فرحه محترمه، يعني فرحه كده تلاقي الناس فعلا الفرحه طالعه من القلب، لان فعلا احنا تعبنا عشان ناخد البطوله ديت، ونقول لمصر كلها ونقول لافريقيا كلها احنا اسياد افريقيا. احنا اسياد افريقيا بدون تدخلات من الاتحاد الافريقي، احنا اسياد افريقيا بدون تدخلات من المؤسسات الاعلانيه في البلد، احنا اسياد افريقيا بدون تدخلات من اتحاد الكوره ومن لجنه المسابقات، احنا اسياد افريقيا من غير ما نخطف لعيبه، احنا اسياد افريقيا من غير ما نلعب لعب قذر مع المنافس. فعشان كده احنا اسياد افريقيا. لما خدنا البطوله دي معلمه في، يعني مش عايز اقول كلام، معلمه معاهم بشكل وحش قوي. يقول لك خلي بالك البطوله ديت مش زي نهائي افريقيا 2020 و ده يا باشا كان القضيه ممكن وبتاع، وهو مش عارف هو بيقول ايه. طيب انا هراهن معظم الاهلاويه اللي بيسمعوني دلوقتي، تمام؟ هل انت فاكر اسم الفريق اللي انت خدت منه البطوله اللي بعد الزمالك؟ الاهلي كسب الزمالك وخد منه البطوله. السنه اللي بعدها 99% من جمهور الاهلي مش فاكرين مين الفرقه دي، تمام؟ ولا فاكر، لكن قيمه البطوله كانت في وجود الزمالك. انت فرحان بالبطوله دي ان انت خدتها، انت خدتها من الزمالك، وعشان كده كنت فرحان ان انت من 94 ما كسبش الزمالك في نهائي بطوله افريقيه. فانت فرحت بالبطوله ديت وعملت القاضيه ممكن، والجمعه ال 5200 والجمعه ال 7200 والحاجات اللي انتوا كنتوا بتعملوها دي. طيب قيمه مباراه السوبر اللي احنا كسبنا فيها الاهلي دي جايه من فين؟ جايه من ان انا كسبت الغريم التقليدي بتاعي. فانت قيمه البطوله التاسعه اللي انت كنت بتقول عليها دي جت ان انت كسبتني، والفرحه العارمه دي انت كسبتني، وده ماتش ديربي. فانا بقول لك قيمه السوبر ده ان انا واخده منك انت، واخده منك انت، واخده منك انت، واخده منك في ظل ظروف مش استثنائيه. انت كسبتني في 2020 بسبب كورونا، وست لعيبه غايبين، ثلاثه من عندي وثلاثه من عندك، وحضور جماهيري مش عارف ايه، والكابتن الخطيب كان لابس الكمامه وكان لابس كورونا، وكل الناس كان لابسه الكمامه، وكان منظر مش طبيعي. لكن انا كسبتك في ظروف طبيعيه جدا، مفيش اي ظروف استثنائيه. كسبتك في حضور كامل للجمهور في الملعب، كسبتك في بعض من الاجواء الحياديه. فانا كسبتك يا معلم، انا كسبتك كده، كسبتك بدون اي ظروف استثنائيه. انت كسبتني في 2020 كورونا بقى، وخد الاجراءات الطبيه والاجراءات الامنيه وكل الحوارات اللي انت عارفها دي. فانت كسبتني في ظروف كانت غير استثنائيه. انا كسبتك في ظروف عاديه جدا، في ظروف انت كان الملعب كله مليان، كان تشجيع ال 90 دقيقه، وكان كل الامكانيات متوفره ليا وليك. مش كلها طبعا، انت كنت عندك مزايا كتير، عشان كده خدت منك البطوله، وعشان كده كسبتك، وعشان كده الحسره عندك. انا عارف الموضوع صعب، لكن انا بطل افريقيا. عندنا بعد اسبوعين يوم 21 عندنا بطوله اسمها بطوله السوبر. هي دي بطوله تحضيريه للدوري المصري، مكونه من 4 فرق: الزمالك وبيراميدز وسيراميكا والاهلي. البطوله ديت بطوله تحضيريه، البطوله ديت بطوله تحضيريه لبطوله الدوري. فاحنا رايحين نعمل زي بطوله وديه كده، فاحنا رايحين نلعب البطوله ديت. و يعني المفروض احنا ان شاء الله
هنلعب مع بيراميدز، وده الماتش الاهم بالنسبه لي والماتش الاقوى بالنسبه لي. بيراميدز فريق قوي جدا، فانا المفروض اكسب بيراميدز عشان العب مع الفايز من مباراه سيراميكا كليوباترا مع الاهلي. فرصة مهمة جدا للزمالك من خلال البطولة التحضيرية ديت ان هو يستعد للموسم الجديد، وفرصة محترمة جدا ان انت تقدر تقف على شكل فرقتك للموسم الجديد. فانت معاك بطولة تحضيرية للموسم الجديد هتتعمل في دولة الامارات العربية المتحدة، عند الاستاذ يعقوب السعدي وعند الاستاذ خالد بيومي والناس بتوع قناة ابو ظبي الرياضية، اللي هو مش شايفين غير الاهلي في مصر وداعمين للاهلي، وبينهم شراكه اعلاميه ما بينهم وبين قناه الاهلي. فالوضع في الامارات انا بصراحه برضه مش عاجبني الوضع في الامارات. انا يعني ما اديش الامان للناس اللي مسؤولين عن الرياضه هناك. لكن احنا هنلعب بيراميدز، الاهلي هيلعب الاهلي مع الاهلي ب اللي هي سيراميكا. سيراميكا يا جماعه ده اهلي ب، فيوتشر اهلي جيم، سموحه اهلي مش عارف دال. ففي الاهلي له 5 فرق في الدوري بيتصرف فيهم كما يشاء. فانت كده كده المفروض تكسب بيراميدز عشان تلعب مع الاهلي في بطوله تحضيريه، عشان بس تبقى الايه، احنا حاطين النقاط فوق الحروف. دي بطوله تحضيريه اتكلمت عليها يا باشا، خلصت البطوله ديت وقدرت ان انت تكسبها، هتبقى حاجه محترمه جدا. ما حصلش لا، انت بتجرب، لان البطوله دي زي ما قلت كده بطوله تحضيريه، مش عايزين الامور تروح بينا اكتر من كده. بس احنا بنطالب لاعيبتنا ان هم لازم يكسبوا البطوله التحضيريه ديت، ان احنا مش هنقدر ان احنا نسيب اي بطوله خلال الفتره اللي جايه، ولازم نحارب على كل بطوله حتى لو وديه زي اللي احنا هنلعبها دي. لكن الفتره اللي جايه ان شاء الله لازم لعيبه الزمالك تعرف ان احنا ما بنستكفيش ببطوله زي قبل كده اما كسبنا السوبر الافريقي والسوبر المصري، تمام، ورجعنا الاستاذ خالد غندور طلع قال لك يا باشا انا كده زي الفل، انا مش عايز بطولات تاني. لا، انا عايز بطولات تاني، انا عايز اللعيبه تقدر قيمه التيشيرت اللي هم لابسينه. لو دخلنا بطوله ان شاء الله بطوله في الدوره الرمضانيه لازم ناخدها، الزمالك لازم ياخد اي بطوله هو داخل فيها. عندك استقرار فني، عندك استقرار اداري، عندك جمهور بيدعم، عندك حاله من التفاؤل والدعم المعنوي من جمهورك بعد الفوز على الاهلي في كاس السوبر. انا اي نعم البطوله دي الاقوى، لكن انا مش هدخل وانا حاطط في دماغي اللي انا كسبتهم قبل كده، ولو كسبت واحده وخسرت واحده عادي الجمهور مش هيزعل. لا، هنزعل، هنزعل. انا هخش اي بطوله حتى لو وديه لازم اكسبها، ماشي، لازم اكسبها. فلازم نبقى عارفين الفتره اللي جايه دي احنا محتاجين إيه من الزمالك. لازم اتعامل مع اللعيبه ان اللعيبه ديت مهما عملت هم بيلعبوا في نادي الزمالك، وان احنا ما عندناش سقف طموحات للبطولات واحنا ما بنشبعش. لازم يا جماعه نقفل على الفرقه، ولازم نعمل معسكر مغلق محترم عشان البطوله التحضيريه ديت هي ده التحضير للدوري العام المصري. اتمنى ان مجلس الاداره نقفل على الفرقه. كفايه لقاءات تلفزيونيه، كفايه لقاءات صحفيه، كفايه الاحتفالات. احنا عندنا بطوله تحضيريه لازم نخلص دي. انا مش يعني انا لازم يبقى لفظ بطوله تحضيريه ده يعني يبقى معروف ويبقى دارج خلال الايام اللي جايه. الزمالك داخل على مباراه مهمه جدا جدا جدا، لازم ان هو ان شاء الله خلال البطوله ديت او المباراه اللي جايه مع بيراميدز، عشان بعد ما نكسب بيراميدز هنلعب من الفايز من الاهلي الف مع الاهلي ب اللي هو الاهلي وبسيراميكا. فعشان بس تبقى الامور واضحه يا جماعه، احنا ما بنشبعش. احنا كسبنا السوبر الافريقي، فرحنا وكل حاجه، بس سيبونا احنا نفرح، ولو سمحتوا ركزوا انتوا في شغلكم. سيبونا احنا نفرح وركزوا انتوا في شغلكم، لان الفتره اللي جايه فتره زمالك، الفتره اللي جايه فتره زمالك، والفتره اللي جايه فتره دعم، والفتره اللي جايه فتره جمهور. والجمهور هيرجع تاني، لان الجمهور خلاص اشتم رائحه الامل ان في ناس شغاله وفي ناس بتشتغل لمصلحه الزمالك. فهم عشان كده الفتره اللي جايه هيقدروا ان هم يدعموا ويدعموا بشكل قوي. كابتن حسين لبيب لو سمحت اقفل على الفرقه، والكابتن عبد الواحد السيد والناس اللي موجوده، كابتن شيكابالا اللي كان له دور عظيم جدا في البطوله ديت. وانا دايما كنت بهاجم شيكابالا، لكن المره دي شيكابالا كان له دور لا يقل عن اي لعيب في الفرقه لعب المباراه. شيكابالا المره دي اشتغل صح، وده شيكابالا اللي انا كنت بتكلم عليه، وده دور القائد اللي انا كنت بصرخ وبقول يا كابتن انا عايزك قائد، لان انت شيكابالا رمز من رموز نادي الزمالك للمجموعه وللجمهور اللي موجود دلوقتي. فلو سمحت دورك كقائد لازم يكون موجود، وقد كان شيكابالا في كاس السوبر الافريقي موجود. اتمنى نقدر نقفل على فرقتنا الفتره اللي جايه ديت، والدوره التحضيريه اللي هنلعبها في الامارات لازم نثبت للناس كلها ان احنا كسبنا السوبر الافريقي عن جداره واستحقاق. ولازم نخلق دوافع للعيبه، لازم نخلق دوافع للعيبه يا جماعه.
لازم اللعيبه عندي يبقى انا اخلق الدوافع للعيبه ديت، واقول لهم لا احنا ما كسبنا، احنا ما عملناش حاجه، احنا لسه عندنا السوبر المصري، والسوبر المصري بعد ما اخدوا السوبر المصري باذن الله اقول لهم في دوري، وكل ماتش في الدوري لازم يبقى زي البطوله، لازم ارجع الزمالك تاني، لازم ارجع الزمالك تاني. فانا دلوقتي يا كابتن حسين لازم تقفل على الفرقه، لازم نقفل على مجلس الاداره واللقاءات اللي بتحصل. كابتن حسين لبيب والمجلس الاداره المحترم ده وعدنا بان هو هيغير الصوره الذهنيه لمجلس اداره نادي الزمالك. ايه الصوره الذهنيه؟ الصوره الذهنيه يا كابتن ان انا كسبت السوبر الافريقي، هايل 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 هايل، انا كسبت السوبر الافريقي. بس يا كابتن مش المجلس الاداره كله يطلع يتكلم، انا كل المجلس بقى يطلع يتكلم في التلفزيون. اللقاءات ما كانتش متنسقه، يعني مثلا الكابتن هشام نصر امبارح شفت هجوم يعني كبير عليه على السوشيال ميديا، ما ينفعش ان انت تتكلم وانت تقول لا. انا هعاتب على الكابتن هشام في حته واحده بس. كابتن هشام حضرتك مسؤول الصالات في كرة القدم، انت نائب رئيس النادي، انا عارف كويس قوي ان انا بتكلم مع مين، حضرتك نائب رئيس النادي. لكن موضوع احمد سيد زيزو، نفس المذيع اللي معاك سأل الكابتن حسين لبيب، سأل الكابتن حسين لبيب على موضوع زيزو، قال له زيزو هيكمل معانا. انا اي نعم شفت ان الفيديوهات اتقطعت والكلام اللي انت قلته في الفيديو اتحرف على البوستات اللي بتتكتب، انا عارف الكلام ده كويس قوي. لكن يا كابتن ده ملف مع الكابتن حسين ومع فريق الكوره، كنت ممكن تطلع من المطب ده ان الملف ده مش معايا والملف ده مع الكابتن حسين. لان انا دلوقتي قلت 60 مليون وقلت تفاصيل. رئيس نادي الزمالك يا كابتن او نائب رئيس نادي الزمالك او عضو مجلس اداره نادي الزمالك ما ينفعش ان هو يتكلم على تجديد لعب على التلفزيون. دي الصوره الذهنيه اللي حضراتكم وعدتونا بيها قبل الانتخابات، دي الصوره الذهنيه اللي حضراتكم وعدتونا بيها قبل الانتخابات. يعني انت قبل الانتخابات قلت له انا هغير الصوره الذهنيه لنادي الزمالك، هشتغل شغل مؤسسي، كل واحد هياخد ملف يشتغل فيه، فانا هقدر ان انا بعد كجمهور استريح. ما ينفعش يا كابتن هشام وانت راجل رياضي وانت راجل عارف الكلام اللي انا بقوله ده كويس قوي، ما ينفعش ان كل الملفات تبقى مفتوحه على بعض. حضرتك تتكلم في زيزو واحمد سليمان يتكلم في الدرع ومش عارف مين يتكلم في مين، فالموضوع انا كده هتشتت، خصوصا ان رئيس النادي طلع في موضوع زيزو ده وكان واضح وصريح، وقال تصريح واضح وصريح احنا هنجدد لزيزو وهنقعد مع زيزو. فحضرتك قلت عارف ان كلامك اتحرف وعارف ان الكلام اللي انت قلته اتحرف، بس انا شايف ان هي تبقى تخصصات يا كابتن. في ملف كوره هيبقى مع الكابتن حسين لبيب واحمد سليمان، في ملف الصالات هيبقى مع الكابتن هشام نصر وروبن صوحي او نيره مثلا. كل واحد في ملفات شغالين عليها. ومش عاجبني ابدا موضوع ان احنا طلعنا في التلفزيون مره واحده. اوكي كابتن حسين لبيب وهاني شكري طلعوا في التلفزيون وطلعوا مع ابراهيم فايق وسيف زاهر، وعجبني جدا الكابتن حسين لبيب لما طلع وقال ان اي مذيع، هو يقصد بقى مين يا جماعه؟ الناس المتجاوزين، الناس اللي مش ملتزمين بالكود الاعلامي اللي هم شغالين بيه في مصر، والناس اللي بيثيروا الفتنه والناس اللي بيكذبوا والناس اللي بيضربوا اشاعات في نادي الزمالك. هو يقصد الناس دي، الناس دي طبيعي جدا، طبيعي جدا ان هو ما يكونش موجود، طبيعي جدا. زي احمد شوبير لما قعد في البيت، احمد شوبير عمل كده قعد في البيت ودلوقتي شغال مش عارف على اليوتيوبر ولا ايه، بيعمل حاجات غريبه كده. فهو الكابتن حسين كان يقصد الناس دي. فانا يعني حضرتك خرجت وعملت لقاء الكابتن حسين لبيب وهاني شكري، الكابتن احمد سليمان طبعا هو مع عقده مع ام بي سي. انا شايف ان اللي حصل كميه الظهور ديت ما كانتش قد كده، كنا ممكن ناجل الظهور ده شويه لو احنا يعني الموضوع كان لازم ان احنا نطلع، كان بعد مباراه الدوره التحضيريه للدوري المصري. الدوره التحضيريه للدوري المصري عندنا فيها مباراتين نقدر احنا نفوز فيهم ونكسب كاس وبعد كده نطلع نتكلم. لكن انا شايف كده ان الموضوع فك شويه، والكلام بتاعك يا كابتن انت عارف ان ان في ناس كده كده قاعده هتحرف كلامك. فكان نفسي لما يسالوك عن زيزو الملف ده مش معايا، انا لست مسؤولا عن كره القدم. الكلام مع الكابتن حسين لبيب واحمد سليمان والناس اللي مسؤولين عن ملف كره القدم. ده عتابي لموضوع الكابتن هشام نصر. انا شايف الحمله اللي عليه ده يعني بصراحه يا جماعه انا شايف لا يعني اوفر قوي، وفي ناس دخلت في الخط كده ان هم عايزين يضربوا في هشام نصر. ومش عايز اخش في الحته ديت، احنا كلنا زملكاويه، بس انا بصراحه شامم ريحه مش كويسه في موضوع هشام نصر. على فكره يا جماعه انا عمري في حياتي لا كان ليا كلام مع هشام نصر ولا في اصلا ولا كلمته في التليفون ولا في اي حاجه حصلت. عشان انا عارف في بعض الناس دلوقتي هيقول لك اه هو دافع طالع يدافع عن هشام نصر، لا انا انتقدت لك هشام نصر وقلت يا كابتن هشام ما كانش ينفع تتكلم في الموضوع، كنت ممكن تقول ان الملف مش معايا. وبرده عتابي على ابراهيم عبد الجواد انك يا ابراهيم تمام انت سالت الكابتن حسين، انت سالت الكابتن حسين وجاوب عليك رد قاطع قال لك احنا هنجدد لزيزو. ايه فايده انت تعيد السؤال تاني على الكابتن هشام نصر وانت راجل اعلامي وراجل مهني؟ فانا عايز اعرف ايه فايده ان انت بتعيد السؤال تاني وانت واخد اجابه من رئيس النادي؟ هل الاعداد عندك ما قالكش انت قبلها بيوم سال الكابتن حسين لبيب نفس السؤال؟
انا ابراهيم عبد الجواد انت اكيد يعني ابراهيم محترم، وانا يعني اشهد ان هو محترم، بس الاعداد عندك كان لازم يقول لك انت سالت كابتن حسين ابراهيم. تمام. يعني كان لازم يقول لك كده. طبعا حد بيقول لي براحته يعيد براحته، ماشي يعيد براحته، بس انا بقول لك هو انت خدت تصريح من رئيس النادي. يعني أنا النهارده قلت السؤال لرئيس النادي، فرئيس النادي رد عليا رد قاطع: زيزو مكمل. زيزو مكمل. انا بكلمك هشام نصر اكيد اتكلم من معلومات عنده قديمه، اكيد من معلومات عنده قديمه، وشاف العرض اللي كان جاي للولا، وشاف لانه قعد مع الولا برضه قبل كده. هو قعد مع الولا هو والاستاذ حسام المندوب، قعدوا مع الولا او الكابتن احمد سيد زيزو، انا اسف، الكابتن احمد سيد زيزو نجم نادي الزمالك، هم قعدوا معاه. وما كنتش حابب ان احنا نتكلم في الموضوع تاني، لان انا متاكد بعد الفوز كده والالتفاف الجماهيري بعد بطوله السوبر، احمد سيد زيزو مكمل باذن الله، مكمل باذن الله احمد سيد زيزو. النهارده كتبت خبر ان الزمالك بصدد انشاء لجنه كوره. لجنه الكوره ديت هيبقى فيها 4 اعضاء مجلس اداره، وعنصر واحد بس من خارج المجلس الاداره اللي هو الكابتن طارق السيد. بصراحه انا يعني ايه شايفها غريبه شويه، لان في اسماء مش هقول اسماء طبعا، في اسماء من مجلس الاداره ما لعبتش كوره مثلا، انا مش هتكلم في حاجه، او اسماء ما لهمش ما لعبوش رياضه. زي ما على معلوماتي الاستاذ حسام المندوب، هو الاستاذ حسام المندوب اعتقد مش بتاع كوره، يعني راجل فلوس بقى والشيكات وامانه الصندوق، هو حريف في الحته دي. لكن الاستاذ حسام يعني ملوش في حكايه الكوره، فبرضه دخوله لجنه الكوره برضه بالنسبه لي علامه استفهام بتاعتي. تمام. الاستاذ عمرو الادهم، الاستاذ عمرو الادهم برضو الحته دي مش بتاعته، القضايا والقوانين ومش عارف ايه والزمالك وفك القيد والكلام ده كله، هو استاذ في الحته دي. لكن برضو وجوده برضو ممكن عشان التعاقدات حاجه انا ما اعرفش، لكن انا شايف لجنه الكوره لازم تبقى من ناس لعبوا كوره. يعني طارق السيد تمام، لكن انا شايف 4 من مجلس او 5 من مجلس الاداره عليهم طارق السيد. التكوينه بتاعت لجنه الكوره في الزمالك انا شايفها برضو مش مقتنع بيها الصراحه. انا مش مقتنع بيها. احنا ممكن نجيب واحد زي طارق السيد، ممكن نجيب ناس كوير عينيهم حلوه، ممكن نجيب احمد حسام ميدو. دي لجنه الكوره، دي لجنه الكوره اللي موجوده وتعرض علينا. ولازم ننسق مع فريق السكاوتنج اللي هو في نادي الزمالك. طب هل فريق السكاوتنج ده هيقدر ان هو يساعدني ان انا اجيب لعيبه بقى على مستوى عالي؟ وهل هيتعلموا من اخطائهم اللي هم عملوها في الفتره اللي فاتت؟ مش اخطاء الفريق نفسه، لا الاخطاء التعاقديه اللي حصلت. يعني واحد زي موبنزا اللي احنا البطاقه بتاعته معانا في اكيد هم عندهم اخطاء، اكيد مفيش حد ما عندوش اخطاء. فهم الفتره الجايه، ورغم ان هم عملوا شغل هايل جدا عشان برضه تبقى الشهاده لله، يعني عملوا شغل هايل جدا ووفروا على الزمالك فلوس كتيره جدا واشتغلوا وغزلوا برجل حمار زي ما بنقول. لكن انا شايف ان هم خلال الفتره الجايه لازم ياخدوا صلاحيات اكتر، لازم ياخدوا ثقه اكتر، لازم يتعلموا من اخطائهم، لازم الكل يتعلم من اخطائه. انا اللي عجبت في مجلس اداره نادي الزمالك وقلت الكلام ده، ان مجلس اداره نادي الزمالك بيتعلم من اخطائه. مجلس اداره نادي الزمالك بيتعلم من اخطائه. فعشان كده انا عندي ملاحظات كتيره جدا خلال الفتره اللي فاتت، لكن اللي اقدر اقوله ان احنا عملنا ايه السنه دي بقى. المجلس يعتبر كمل سنه، يعني بعد اسبوعين بالظبط هنحتفل، او 15 يوم 17 يوم هنحتفل ان مجلس اداره الزمالك كمل سنه ان هو خد النادي. هكلمك كره قدم، خدنا بطولتين قارتين، كونفدراليه وكاس السوبر. كسبت غريمك التقليد البالونه الكبيره المنفوخه ديت مرتين. تمام. فكيت القيد 4 مرات، فكيت القيد في جميع الالعاب. صرفت فوق ما يعادل او اكتر كمان مليار جنيه، مليار جنيه. سددت ديون لجهات سياديه. تمام. سددت ديون للاتحادات كلها، فكيت القيد في كل الالعاب زي ما قلت. تمام. تعاقدت مع لعيبه، تعاقدت مع ناشئين، يعني اعاده هيكله بسيطه جدا في النادي، لان انا عندي مشكله كبيره جدا في نادي الزمالك، في النادي انا بكلمك في النادي الاجتماعي هناك، في التعيينات والحاجات اللي بتحصل. الكلام ده بيزعل من الناس، بس انا بكلمك بوجهه نظري يا جماعه. اللي يزعل من وجهه نظري، انا ما بتجاوزش في حق حد ولا بتجاوز في شخص حد، انا بتكلم زمالك. فاللي عمل ده كله تجديد جوميز والتعاقد مع مدير فني محترم، تعاقد مع مدير فني محترم. فاكرين لما كنا هنا اقول جوميز مدرب كويس، جوميز بيعرف يلعب الاهلي، جوميز بيقدر ان هو يكسب الاهلي، وانتوا كنتوا في التعليقات وانا بتكلم لايف زي كده كنت بتشاط. جوميز مين يا باشا؟ جوميز مين؟ جوميز مين؟ والحمد لله جوميز كان كلمه
السر في فوز الزمالك على الاهلي مباراتين، والماتش الثالث لولا تدخل الفار من وجهة نظري احنا كنا كسبنا الاهلي تاني، ولو كان في شويه ثقه وشويه تدعيمات اكتر كنا قدرنا ان احنا نكسب الاهلي تاني. مبروك للزمالك الفوز على الاهلي. الفوز ده ما جاش اعتباطا يا جماعه، الفوز ده ما جاش اعتباطا، ما جاش اعتباطا ابدا. انت اشتغلت ومجلس الاداره اشتغل وكلهم ناس شغاله. انا لما بنتقد حد في مجلس الاداره وبنتقد حد انا بنتقد عشان الزمالك، انا ما فيش اي حاجه بيني وبين حد خلاص، ولا ليا مصلحه في نادي الزمالك ده خالص. انا كل اللي يهمني ان انا افرح فرحه السوبر اللي انا شفتها دي، وافرحها مره واثنين وثلاثه واربعه وعشرين ومليون، لان استاهل، انا استاهل وكل زملكاوي يستاهل. انا لو قلت لكم الماتش ده، انا عندي ابن الصغير فضل يبكي بشكل هستيري بسبب فرحته بالفوز ده. عيل لسه في اولى اعدادي، لا شاف الزمالك وهو بيكسب ولا شاف بطولات الزمالك وما شافش غير حاجات بسيطه جدا، ورغم عن كده الولد طالع يعني الزمالك ده بالنسبه له لدرجه ان هو يبكي بالشكل الهستيري ده. فانا بقول لك انا كل اللي يهمني ان الزمالك يكسب. فانا كل نقد لمجلس الاداره اللي انا لسه عمال اعد لك بقى اقول لك هم عملوا ايه. عملوا اخطاء، عملوا اخطاء، بس في ميزه محترمه جدا في الاخطاء اللي هم عملوها، ان هم بيتعلموا من اخطائهم. لما بكتب الكلام ده حد يدخل يقول لي ايوه يا باشا انت بتقبض من المجلس وبتاع الكلام الرخيص ده يعني. لكن مجلس الاداره بيتعلم من اخطائه، بيتعلم من اخطائه. يعني الخطا اللي بيتعمل ما بيتكررش. عندي بعض التحفظات يا مجلس نادي الزمالك، كابتن حسين لبيب، يا استاذ هاني شكري، يا كابتن هشام نصر، يا كابتن احمد سليمان، يا اعضاء مجلس الاداره كلكم يا محترمين، في حاجات اداريه جوه النادي لازم تتعمل عشان تقدر تفرض السيطره كامله. في حاجات اداريه داخل النادي يا كابتن لازم تتعمل عشان تفرض السيطره كامله. دي وجهه نظري ومش عايز اتكلم في الموضوع تاني. انتوا اللي شغالين، وانتوا اللي معاكم الثقه دلوقتي، وانتوا اللي ربنا كرمكم بالفوز ده عشان تقدروا تشتغلوا. في حاجات كتيره جدا بتحصل مش صح، وفي حاجات كتيره جدا بتحصل صح الصح. الناس شغاله، الناس شغاله. اللي حصل اعجاز، سيبك من كلام اي حد. اللي حصل خلال السنه دي اعجاز، اعجاز بمعنى الكلمه. ان انا احل كميه المشاكل دي، افك القيد لكره القدم 4 مرات، 4 مرات، اوفر الاستقرار الفني للمدير الفني ان هو يقدر اللي هو يعمل اللي عمله ده. ده شغل ناتج عن استقرار فني. طبعا كلمه استقرار فني ده كان حلم من احلامنا. احنا كنا بنكون كسبانين دوري وكاس ويجي المدرب بتاعنا يمشي بعد 3 دقائق. فتوفير الاستقرار الفني من ناس لعبت رياضه ده كان عامل مهم جدا ان انت تقدر تحقق بطوله. واتنين، طيب حصل فشل في بقيه الالعاب لان انت مستلم ارض محروقه. التعاقد مع شركه ذات للملابس اللي ادت ان هي تعمل لك تيشيرت انا شايفه مناسب جدا في خلال الفتره ديت، وشايف ان ده انجاز، وهم هيدوا لك فلوس كمان وهيلبسوا لك كل فرق النادي، والديل اللي اتعمل ديل محترم. ده انجاز لمجلس الاداره، ده انجاز لمجلس الاداره. الفلوس اللي تم سدادها دي كلها، سالت نفسك جت من فين؟ انت سالت نفسك الفلوس دي جت من فين؟ لا انت ما سالتش نفسك الفلوس دي جت من فين. في ناس بتنتقد الاداره عشان دي الناس دي زملكاويه واحرار وكلمتهم طالعه ونابعه من حبهم للزمالك. وتاني رساله كابتن حسين لبيب، مش كل يا كابتن حسين لبيب اللي بيعارض خاين خالص، مفيش حد خاين، وده كلام كابتن حسين على فكره. ومش كل مؤيد قلبه على النادي، مش كل اللي بيعارض خاين، ومش كل اللي مؤيد قلبه على النادي. لكن في حملات بتحصل، حملات مغرضه هدفها توقيع الناس دي، هدفها توقيع الناس دي. وللاسف الزمالك موبوء بالناس دي، الزمالك موبوء بالناس دي. لكن خلال الفتره اللي جايه انا بطلب منك انت كزملكاوي ان انت تدعم، ماشي، تدعم. في ناس قاعده يعني لما شركه ذات الماتشين افريقيا الاولانيين قال لك ده تيشيرت غزل المحله، ده تيشيرت ايه، فضحتونا. بعد كده الناس كلها دلوقتي منزله تيشيرت عندي على البيج كلكم شفتوه، كل مصر بتقول لي انت جايبه من فين وعايزين يشتروا التيشيرت، وكل الناس في الخليج والروابط كلهم عايزين يشتروا التيشيرت. فخد نفسك، خد نفسك ودايما كده ايه حسن النيه، ودايما تعامل مع الناس ديت ان الناس ديت مش حراميه، وانا متاكد ما فيهمش واحد حرامي ولا فيهم واحد مستفيد. انتقد فيهم زي ما انت عايز تنتقد. هو انت علاقتك بيهم ايه؟ انت يعني بتتكلم ده قسما بالله والمصحف الشريف انا علاقتي بالناس دي الزمالك بس، زمالك بس. هشام نصر اللي انا دافعت عنه ده اقسم بالله عمري ما جمعني بينه وبينه مكالمه تليفون حتى. بس انا بتكلم اللي يرضي ربنا. هو غلط غلط ان هو اتكلم في ملف مش ملفه، تمام. وعلى فكره بس خلي بالك الملف اللي مش ملفه ده هو نائب رئيس النادي، انا نائب رئيس النادي، بس انا بتكلم عن صوره ذهنيه احنا توعدنا بيها. فبلاش السكاكين اللي انتوا ماسكينها وتقطعوا في الناس ديت لو سمحتوا. احنا
حد بيكلمني خالد منصور، هرد على خالد لان خالد صاحبي. انا عايز رايك يا حسن عشان انا واثق فيه، احنا غلطنا في دعمنا لهشام نصر ولا ايه؟ فين اللي حاربنا عليه ضد العتال؟ يا رب نكون غلط. انا واحد من الناس، انا وقفت ضد العتال، عايز اعترف في اعتراف. يعني انا في الموضوع الانتخابات ده ممكن اكون انا يعني ايه، كنت يعني شرس شويه، تمام، كنت شرس شويه في موضوع العتال، لكن انا ما غلطتش ان انا دعمت هشام نصر. ممكن نكون احنا كنا شرسين في هجومنا شويه على العتال والناس ديت، لكن العتال لو كان نجح اعتقد كان هيشتغل في وسط المجلس ده. لكن لا، احنا ما غلطناش في دعمنا لهشام نصر خالص خالص. كابتن هشام نصر شخصيه محترمه وراجل عنده من المميزات ان هو يقدر يكون في المكان ده. العتاف في الوقت ده ما رضيش ان هو يدخل معاهم ان هو يبقى عضو، فده موضوعه هو بقى. لكن انا بكلمك كهشام نصر، هشام نصر لا، احنا ما غلطناش. واقدر اقول لك احنا غلطنا اخر الموسم ان شاء الله. لو حصل لا قدر الله، لا قدر الله حصل اي اخفاقات، فانا هقول لك احنا غلطنا. لكن لغايه دلوقتي احنا ما شفناش اي فشل ذريع، لانه مستلم العاب الاتصالات متدمره قد كره القدم 20 مره، 20 مره. فنحكم على هشام نصر ونحكم ان شاء الله على المجلس تجربه كامله بعد الموسم الثاني ان شاء الله بقى زي النهارده كده. يبقى انت كده بقى لك موسمين، وبشكل كبير جدا هيتحدد شكل المجلس ده خلال السنه اللي جايه. لكن اللي حصل يا خالد انجاز، فوزك ببطولتين قاريتين، فك القيد لجميع الالعاب، فك القيد في كره القدم 4 مرات. اللي حصل ده انجاز، اللي حصل ده انجاز. وانت لما تيجي لكلام هشام نصر زي ما بقول لك احمد عبده، هو ككلام نفسه ما فيش فيه حاجه غلط. يعني كالكلام نفسه، عشان كده بقول لك انا في العنوان بقول لك اعدموا هشام نصر. الكلام نفسه ما فيهوش حاجه غلط، الكلام نفسه ما فيهوش حاجه غلط. لكن انا اعتراضي على الكابتن هشام في الحته ديت، انت دخلت حته كابتن هشام كان لازم التنسيق مع الكابتن حسين وعتاب على ابراهيم عبد الجواد. انت سالت يا ابراهيم الكابتن حسين وانت مع الاستاذ هاني شكري، سالته وقالوا لك زيزو قاعد، قالوا لك زيزو قاعد. فانت دلوقتي مش عارف. الصفقات يا حسن، هكلمك على الصفقات وربنا يستر بقى في موضوع الصفقات ده. جوميز رافض، جوميز رافض التعاقد مع الصفقات. وخلال الايام اللي جايه ديت هم ادوا له الملف، قالوا له اختار انت اللعيبه اللي انت عاوزها بنفسك، بعد طبعا ما فاز بالسوبر. العريس يا باشا، ده العريس. خصوصا في مصر ان انديه الشركات، وفي 5 فرق في مصر، ال5 فرق دول قوائم انتظار للنادي الاهلي. يا راجل احمد بيكهام قال له انت مش هتروح الزمالك، الاهلي ما ينفعش تروح الزمالك، احنا متفقين مع الاهلي. الموضوع بقى بكل بجاحه. احمد بيكهام لاعب سيراميكا كليوباترا او فوتشر سيراميكا قالوا له انت مش هتروح الزمالك، احنا ما نقدرش نزعل الاهلي. سيراميكا، فيوتشر، زد، الجونه، سموحه، 5 فرق قوائم انتظار للنادي الاهلي. 5 فرق يا استاذ خالد يا سمري قوائم انتظار للنادي الاهلي. انت كنت جايب مدافع الجزائر الدولي، مدافع منتخب الجزائر، الاستاذ جوميز رفض. الاستاذ جوميز رفض، الاستاذ جوميز رفض مدافع الجزائر اللي الاهلي كان هيموت عليه. الاستاذ جوميز رفض. انا يا جماعه قلت اهو الخبر اهو بعد ما مصر كلها قالت، انا قلت الخبر اهو بعد ما مصر كلها قالت. انا عندي خبر بالزمالك بيفوض المدافع ده من الشتاء اللي فات، من الشتاء اللي فات. وخالد والناس اللي بيخشوا معايا كلاب هاوس وسبيسات على تويتر عارفين الكلام ده كويس قوي. انا قلت اهو يا جماعه الخبر اهو، وطلعت قلت الخبر اهو بعد ما مصر كلها قالت، بعد ما المحمودي قال وبعد ما شادي عيسى قال وبعد ما الناس كلها قالت. انا طلعت قلت اهو جوميز رفض مدافع زين الدين بالعيد. جوميز رفض زين الدين بالعيد مدافع منتخب الجزائر. فاهو جوميز رفض. جابوا لعيب تحت السن من غينيا، كان بيلعب في البرتغال في بنفيكا اعتقد. الفتره اللي جايه دي لو في صفقات جوميز هو اللي هيختارها بنفسه، جوميز هو اللي هيختارها بنفسه. واعتقد من توقعاتي كده، لا الزمالك هيجيب صفقات تانية بعد الانتعاشه اللي حصلت ديت. يا جماعه احنا يعني اقول لك ازاي، انا من 2020 والكلام ده يعني الناس اللي يعرفوني عارفين الكلام ده كويس قوي. انا من 2020 كحسن يعني اقسم بالله ما كنتش بخير. الفوز بتاع الاهلي ده
اثر على معنوياتي بشكل كبير جدا. وانا الزمالك بالنسبه لي اسلوب حياه، يعني روتين يوم، يعني زي ما بطمن على اولادي لازم اطمن على الزمالك. هتقولي الهبل ده وبتاع، انا كده يا عم. فالموضوع اثر معايا جامد جامد، والتفاصيل اللي حصلت وكل الاحداث اللي صاحبت الموضوع كانت احداث قذره. انتوا عارفين موقفي من مرتضى منصور، بس مرتضى منصور وحل المجلس، هم حلوا المجلس ده عشان يصفوا فرقتك. فاحنا عشنا كل التفاصيل دي، وربنا كرمنا بعد نهائي افريقيا، خدنا 2 دوري تمام، وخدنا كونفدراليه، وخدنا السوبر. احنا ما بنموتش، ما بنموتش، احنا كتير، احنا الزمالك. الفوز ده كان يعني مش عارف اقول كده، بس كان قبلة الحياة لكل زملكاوي، ان هو رجعك تاني ماشي. ولازم بس في الايام ديت لازم ندوس بقى ونخلص صفقاتنا، عشان خسارة الاهلي السوبر دي دمرتهم معنويا، دمرتهم معنويا. الناس ديت بصوا، يخسروا من اي حد في العالم الا الزمالك، يخسروا من اي حد في العالم الا الزمالك. خسارة الاهلي قدام الزمالك تمام، خسارة الاهلي قدام الزمالك ديت كارثة، كارثة. شركات اعلانية، دعم من البلد، مؤسسات بتدعم، اتحاد كوره، اتحاد افريقي. شفت الراجل رئيس الاتحاد الافريقي لما وسام ابو علي ضيع الكوره وحط ايده على راسه وعمل كده؟ انتوا يا جماعه، انتوا عارفين احنا بننافس مين؟ رئيس الاتحاد الافريقي وتركي الشيخ، وافريقيا كلها واقفه ومصر كلها واقفه وعاملين احتفال عالمي عشان يرفعوا من معنويات لعيبه الاهلي. لكن ربك بالمرصاد، ربك بالمرصاد. وجايبين مذيع مش عارف مين الولد اللي اسمه الولد المغربي ده، اسمه ايه المذيع ده، واون تايم سبورت واستاد القاهره والبلالين والقنوات، وانزل بالولاد ويلا بقى روح السعوديه وانت عندك بص دفعه معنويه عظيمه. لكن ربك بالمرصاد، ربك بالمرصاد، وجمهور الزمالك بالمرصاد، وجمهور الزمالك بالمرصاد، ولاعيبه الزمالك الرجاله كانوا بالمرصاد. وقدرنا ان احنا نكسب، وقدرنا ان احنا نعلم عليهم في وسط الدعم ده كله، في وسط الدعم ده كله. ربك بالمرصاد، ربك وقف معانا، ولعبتنا كانوا رجاله، واحنا نستاهل، احنا نستاهل ان احنا وقفنا. جمهور الزمالك يا جماعه قدم ملحمه، اقسم بالله قدم ملحمه. الولاد بتوع الوايت نايتس اللي راحوا، اللي كانوا بيناموا 200 واحد في اوضه، 200 واحد في اوضه بيناموا عشان يروحوا يشجعوا الزمالك. وصوتنا في الملعب كان اعلى منه، اعلى من جمهورهم، اعلى منهم. صوتنا في الملعب كان اعلى منهم. كسبنا. وانا بعد المباراه طلعت على القاهره على طول، رحت النادي وشفت. اي نعم وصلت هناك الساعه كنت في الشرقيه، لان انا قاعد وعندي التلفزيون ده ماشي، والاوضه بتاعتي ديت ده المكان اللي انا بتفائل بيه بالزمالك، ده المكان اللي انا بتفائل بيه بالزمالك. عشان كده كنت ظبطت اجازتي عشان احضر المباراه دي هنا. خساره الاهلي ان شاء الله للدوره التحضيريه اللي بتتعمل في الامارات هتبقى كسره ليهم اكتر، هيبقى دفعه معنويه للزمالك اكتر. ارجعوا المدرجات، ارجعوا للزمالك تاني. لو انت مختلف مع اخوك الزملكاوي عشان رئيس نادي، او مرتضى منصور، هقول لو انت مختلف مع اخوك الزملكاوي عشان مرتضى منصور او حسين لبيب او هاني شكري او هشام نصر او هاني العتال، او يا جماعه ما تيجوا نتجمع، ما تيجوا نتجمع. احنا لو اتجمعنا هنبقى حاجه عظيمه قوي. احنا لما بنتجمع محدش بيقدر علينا. تعالى كده واسترجع ذكرياتك ان احنا خلاص اتجمعنا تاني. فاكرين في 2020 لما اتجمعنا كان الفيديوهات بتاعتنا كان كل واحد انا كنت بصوا يا جماعه، انا في 2020 ديت انا في 2020 دي عملت اكتر من 350 فيديو، اقسم بالله العلي العظيم. وانا لما بشتغل على المونتاج بقى، مجموعه مش عارف من البلد الفلانيه، احنا بنحب الزمالك وبندعم الزمالك وافريقيا يا الزمالك، اروح اعمل فيديو وابعته له يروح منزله على الفيس. مش عارف مجموعه في الكويت، مجموعه في السعوديه، كنت بقول لك 350 فيديو لسه موجودين عندي لغايه دلوقتي. فكنت شفت كميه دعم من الزملكاويه في 2020. بعد 2020 وحل المجلس ومرتضى ولجنه ولبيب، واحنا مش هندعم لجنه، لا احنا هندعم الزمالك، لا احنا هندعم اللجنه، عشان ديت حصل ايه الخلاف اللي ما بيننا، وحصل الشرخ اللي ما بيننا، وهم عرفوا ان هم يفرقونا. بترجعوا يا جماعه نرجع تاني ونبقى ايدينا في ايد بعض تاني، وبلاش نضرب في المجلس. المجلس ده هو اللي بيقود السفينه دلوقتي. اقسم بالله العلي العظيم، مرتضى منصور لما جدد لزيزو فتحت روم على كلاب هاوس اسمها شكرا مرتضى منصور.
اقسم بالله وحياة ولادي لما مرتضى منصور جدد لزيزو فتحت روم على كلاب هاوس اسمها شكرا مرتضى منصور، شكرا مرتضى منصور لانه جدد لزيزو. لكن اي حد يعمل حاجه للزمالك، طبعا هقول لكم على حاجه تاني. مرتضى منصور ده لما كان في انتخابات مجلس الشعب اللي قبل نهائي ال 2020 اللي هو نهائي افريقيا، انا كنت بفتح اللايفات بتاعت ناس هناك في الميت مش عارف اسمها ايه ديت، بشالوش، وهنا وهنا وهنا، عشان مرتضى منصور ده ينجح. هل حبا في مرتضى منصور؟ لا، لان انا عارف ان هم عايزين يسقطوه في مجلس الشعب عشان يقدروا ان هم يفرتكوا الزمالك، لان قوه مرتضى منصور كانت في الحصانه اللي هي وكان مكتسبها من مجلس الشعب. تخيل بقى، تخيل. اهو حسن هو اللي بقول لك ان انا مرتضى منصور انا كنت لدرجه ايه. فتعالوا نرجع تاني، تعالوا نرجع تاني. اللي بيسوق السفينه ديت او القبطان بتاع السفينه ديت خلونا معاه. انت هو بتحشد الناس لحسين لبيب، قسما بالله ما حسين لبيب، قسما بالله ما حسين لبيب ولا اي حد ولا مجلس اداره، انت ابني ما تعرفنيش. بس انا بقول لك الفتره دي لو حطينا ايدينا في ايدين بعض، لو حطينا ايدينا في ايدين بعض هنرجع فريقنا تاني، هنبقى احسن فريق في افريقيا. الزمالك مش هيرجع زمالك تاني غير بينا، الزمالك مش هيرجع زمالك تاني غير بينا. قول يا خالد عايز تقول ايه؟ تمام، الزمالك مش هيرجع زمالك تاني غير بينا احنا. السوبر ده ما خدناهوش غير بينا احنا، السوبر ده ما خدناهوش غير بينا احنا. خدناه بحناجرنا، نفس التيفو اللي كان معمول قبل المباراه. حناجرنا لن تصمت، مش هنسكت، مش هنسكت. ولازم تعرفوا اولادكم. يعني انا بقول لك هو الابن الصغير ده، طب ده انا واحد مسافر بره، يعني مش قاعد بره وما بيشوفنيش في ماتشات الزمالك. الولد كان بيبكي، مش عارف اعمل كده ليه. انا لغايه دلوقتي انا يعني كل ما افتكر المنظر جسمي اشعر. فنخلينا يا جماعه كده وننسى اي خلافات. ولو في حد في اتنين مختلفين مع بعض، لو انت قادر انت تصلح ما بينهم، خصوصا في الناس الزملكاويه، طبعا اخر واحد ممكن يقول الكلام ده انا، بس انا بقول لك اللي ايه اللي ممكن يحصل يعني. لا، لازم نبقى ايد واحده تاني. واللي هو واخد اتجاه معين واللي انت عارف ان هو له غرض، لازم بتره من وسطنا. يعني انت لو عارف حسن ده له غرض ومستفيد وسبوبجي، لازم يتبتر فورا. ماشي. فلازم الفترة اللي جاية ماشي نتحد، نتحد، نتحد. اللي مش هنرجع غير واحنا متحدين، كلنا نبقى ايد واحدة. الزمالك هيرجع، الانتصار قرب وجهات النظر، الفوز بالسوبر انا شايف من وجهة نظري ان هو قرب وجهات النظر. الفترة اللي جاية بإذن الله، بإذن الله تبقى احسن للزمالك. على فكرة احنا فنيا مش احسن حاجة، احنا فزنا باللوجو وفزنا بالجمهور وفزنا بتاريخنا. الفترة اللي جاية محتاجين دعم. أنا شايف يا كابتن حسين وشايف يا جوميز، لأن هو جوميز دلوقتي هو المتحكم في أمره، وجوميز هو اللي بيرفض اللعيبة. أنا أقول لك أهو، جوميز اللي بيرفض اللعيبة، وهو دلوقتي قالوا له هات اللي أنت عاوزه، شوف اللعيبة اللي أنت محتاجها وإحنا هنجيبها لك. تمام. الفترة اللي جاية لو الزمالك قدر إن هو يكسب بطولة السوبر التحضيرية ديت، هيبقى يعني حاجة محترمة جدا، وهيبقى شغل في أول الموسم نقدر نبني عليه طوال الموسم. بلاش نذبح لعبتنا يا جماعه. ناصر منسي اللي كسبنا ده احنا كنا بندمره، والولد كان بيعيط وبيقول لك جمهور الزمالك جاي عليا يا كابتن. تمام. وكان بيعيط بعد السوبر بيقول لك الجمهور جاي عليا كتير. ادوا له فرصه، ادوا له فرصه، يعني ادوا له فرصه. وشوف الولد ده، وشوف الدعم المعنوي بيعمل ايه. احنا خسرنا محمود علاء، خلي بالك، احنا اللي خسرنا محمود علاء، واحنا اللي خسرنا اوباما. اي نعم هم كان عندهم نسبة كبيرة جدا في تراجع مستواهم وان هم وصلوا للمرحلة ديت، بس خلي بالك احنا لما بندعم لعبتنا، اللعيب ده لما بيندعم من الجمهور يا جماعة بيطلع كل اللي عنده، كل اللي عنده، كل اللي عنده. لازم تبقى فاهم الكلام ده. في لعيب في الاهلي اسمه رامي ربيعة، انا لو بلعب خماسي مش هاخده معايا. رامي ربيعة ده انا لو بلعب خماسي مش هاخده معايا، بيكسبهم افريقيا وبيلعب وبيحط هدف كل مباراة، وهو ما عندوش اي فكرة، ما عندوش اي فكرة خالص. فعشان بس هناك بقى الاهلي والدعم والعب يا بطل واعظم نادي في الكون وبالونه كبيره كده بينفخوها، لازم ننفخ لعبتنا، لازم ننفخ لعبتنا. احنا ما عندناش كمان القوه الشرائيه اللي عندهم، احنا ما عندناش القوه الشرائيه اللي عندهم. فاتمنى يا جماعه، تمام، مبروك يا سيد الله يخليك. اتمنى يا جماعه خلال الفتره اللي جايه ندعم هزيمه الاهلي في السوبر المصري ان شاء الله، او الدوره التحضيريه ديت. انت كده فركشت البيت كله. لازم كلنا من النهارده، من دلوقتي، السوبر يا زمالك، احنا نعمل دوافع. احنا اللي
نصنع الدوافع ديت للعبتنا، ولازم نقول لهم يا جماعه احنا مش شبعانين، مش زي خالد الغندور لما طلع قال لك يا باشا انا مش عايز حاجه تاني، لا احنا عايزين تاني وتالت ورابع وعاشر و50. ما تشبعوش بطولات، خليكوا جمهور جعان، خليكوا جعانين كوره. ايوه احنا جعانين بطولات، جعانين بطولات. احنا كان عندنا عدم استقرار اداري بقالنا سنين كتيره جدا، خلونا نستغل شويه الهدوء دول ونقدر ان احنا نلم كام بطوله ونرجع تاني الزمالك، لان احنا مش اقل من اي حد، ومحدش بيعكنن عليهم ولا حد بيكسر عينيهم غير الزمالك وجمهور الزمالك. غير الزمالك وجمهور الزمالك. هات لي سبب واحد ان اهلاوي يكره الزمالك، اكون متعصب مثلا في تشجيعه الاهلي. بيكرهك او بيكره الزمالك عشان عارف ان انت الوحيد اللي ممكن تكسر عينه، انت الوحيد اللي عارف حقيقته، انت الوحيد اللي عارف ان هو بياخد البطولات ازاي. الف مبروك. وده لايف، كان اول لايف بعد السوبر، عملت لايف من المطار بس ما اتكلمناش في حاجه، فكان لازم اطلع في يوم زي ده اقول لكم مبروك. ومبروك على الجماهير، ومبروك لجمهور الزمالك ان هو يستاهل كل خير والله. واحنا الفتره الجايه ان شاء الله نتحد جمهور الزمالك، انا ما بتكلمش على ناس اصحاب مصالح، نتحد الفتره اللي جايه ونقول لاي حد قلل من الزمالك في يوم من الايام، لا يا معلم، فوق الزمالك بطل ابطال افريقيا. السلام عليكم.